بيبيع البلد والحكومة بدأت تبيع في أراضي مصر، والموضوع بص رايح في الشلاحات. خلي بالك الأرض بتتباع. خلي بالك هم عمالين يقنعوك بالكلام ده عشان تفهم انت كمصري او كبني آدم طبيعي سوي، يودي لك دماغك في التخوين، في ان انت اصلا ما بتفهمش الفكرة ماشية ازاي. ان اصلا مين من حقه يبيع ارض؟ محدش بيبيع ارض. لما يبيع عقار، لما يبيع مجموعة طوب فوق بعض، ده حاجة، وان انا ابيع ارض دي حاجة تانية. وعلى شرط انت لما هتيجي تشتري، انت هتشتري بتمن معين، بسعر معين معمول له ليميت، في حاجات تقريبا استثمارية جدا. انت كمصري غالبا مش هتدفع 5 مليون في 50 متر. افهم انا بقول لك ايه. انا بكلمك ميشيل من الغردقة اللي عايش على ارض الواقع، اللي شايف اجانب متملكين في البلد، وعارف هم عايشين ازاي. صديقي العزيز، الاجنبي اللي جاي يشتري وحدة في مصر هو عايش في مصر 3 4 شهور اللي هم الشتاء، وليكن يا سيدي 6 شهور، اقسم السنة كده 6 شهور صيف و6 شهور شتاء. الست شهور شتاء هو قاعدهم هنا في مصر، هو عايشهم في مصر. والست شهور صيف عايشهم في بلده الأجنبية. 6 شهور الشتاء لما بيعيش معانا في مصر وعلى أرض مصر، فهو عايش تحت طائلة القانون المصري. ما يعرفش يبيع ويشتري بمزاجه، لازم يسجل أي حركة بيعملها. بيدخل يشتري من السوبر ماركت المصري، بيركب تاكسي مصري، ديليفري وبيبعت ويشتري ويتكلم في التليفون عشان يطلب طلبات ديليفري مصري. كل ده مصري. هو عايش معاك على أرض مصر. فأيا كان عدده، استحالة ان هو انت ممكن تخاف ان هو ياخد الوحدة ويجري، او يملكها الجنسية انت مش عايزها. فبرضه حتى في التمليك لجنسيات اخرى هو لازم يلجأ للقانون المصري وياخد موافقة ابيع للشخص ده اصلا ولا لا. الارض محدش يقدر يبيعها، ولو حتى الرئيس نفسه ما يقدرش يبيعها. محدش ليه الحكم على الارض ان هو يبيعها، ولا بالدستور ولا بالقانون ولا بأي حاجة. ما أجنبي جاي يستثمر في مصر، يشتري وحدات في مصر. لما أقول لك إن إحنا لسه عايشين على 5 6% من مساحة مصر، لما أقول لك ما تسمعش كلامي وما تفهمنيش، ادخل على جوجل إيرث دلوقتي واكتب الغردقة مثلا اللي أنا عايش فيها. بص على الغردقة، هي نقطة في قد إيه من سواحل البحر الأحمر لسه ما حدش عاش عليها، لسه ما حدش استثمر فيها. ما باعش أرض مصر، ما ينفعش تتباع.